في ناس تقول ايش يعني عطور نيش. في هذا الفيديو راح اصنف العطور على حسب تجربتي حتى اجاوب على سؤالكم. اول شي راح نحكي على عطورات ديزاينر. هي عطورات للشركات الكبيرة، مو بس تصنع عطور فقط، كمان تصنع الجلديات والملابس وغيرها، وتصنع العطور بكميات كبيرة وتوفرها في الاسواق والمتاجر بكل العالم، وتستهدف فيها الشركات اغلب الناس بعيدا عن التعقيد. النقطة الثانية طلع مسمى برايفت كولكشن، وهو اللي بيستخدموا فيه الشركات العالمية بالتعاون مع كبار العطاريين، اللي يخلي سعر العطر كتير غالي. ونيجي للخلاصة، عطور النيش. عطور النيش هم عطارين يشتغلون في معاملهم أو شركات متخصصة فقط للعطور، يعني هذا ملعبهم. دايما تحصل هذه العطور فيها جرأة أو غرابة بالمكونات، وغالبا ما يبحث صانعيها عن تفاصيل التفاصيل في إيجاد المكونات العطرية المميزة اللي راح تضيف تفرد وقيمة للعطر. ودايما هذه البراندات تستهدف فئة مميزة من المستهلكين يعرفون قيمتها، لذلك هي تنتج بكميات صغيرة ومحدودة ومو متوفرة بالأسواق بشكل كبير، وبالغالب ما راح تكون أسعارهم رخيصة. وهذه خلاصة الجواب، الفرق بين الديزاينر والنيش.